السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة جديد دي زد. إذا كنتم لأول مرة تشاهدون تفضلوا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد. تتوقع مصالح الأرصاد الجوية بحول الله مرور اضطراب جوي متوسط إلى نشيط محليا سيخص المناطق الشمالية بأمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة وثلوج على المرتفعات. والبداية من فجر الغد يبدأ الاضطراب تدريجيا بالتحرك من المغرب نحو المناطق الغربية والجنوب الغربي بأمطار تكون غزيرة محليا مع بعض ثلوج متوقعة على المرتفعات الغربية والأطلس الصحراوي التي يصل أو يفوق علوها 1000 متر. ينتقل الاضطراب الجوي وسطا وشرقا بشكل ضعيف مع بعض الأمطار محلية في المناطق متفرقة. يوم الأحد ستعرف المناطق الشمالية طقسا عموما غائم مع بعض الأمطار وبعض الثلوج أيضا بالمناطق الغربية والوسطى الغربية التي يفوق علوها أيضا 1000 متر إن شاء الله. المناطق الشرقية ستعرف طقس غائم ودافئ جدا خصوصا غدا مع طقس غبار قبل أن تدخل الجبهة الباردة تدريجيا من الأحد نحو المناطق الوسطى والشرقية. الأمطار الولايات المعنية بالأمطار هي تلمسان، وهران، عين تيموشنت، مستغانم، شلف، تيبازا، العاصمة، بومرداس، البليدة، شمال المدية، تيزي وزو بجاية، جيجل، سكيكدا، ميلا، قسنطينة، الطارف، عنابة، قالما، صوق هراس، لبواقي، وعين الدفلة. صلاحية النشر من السبت 9 صباحا إلى غاية الثلاثاء 9 ليلا. كمية الأمطار المتوقعة قد تصل أو تفوق بين 20 إلى 40 ملم محليا. الثلوج الولايات المعنية بالثلوج على المرتفعات 700 و 900 متر هي تلمسان، سعيدة، تيارت، عين الدفلة، البليدة، تيسمسيلت، تيزي وزو، البيض، شمال الغغواط، النعامة، سطيف، برج بوريريج، بجاية، لبيرة وميلا، سوق أهراس وباتنا وخنشلة. صلاحية النشر الاثنين على الساعة 6 مساء إلى غاية الأربعاء 6 صباحا. والله أعلم. سمك الثلوج المتوقع من 2 سنتيم إلى 6 سنتيم، والعلم لله الوحيد الذي لا إله إلا هو. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل جديدنا في الساعات القادمة من توقعات أحوال الطقس. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.